وسط إجراءات أمنية مشددة، تظاهرات حاشدة لأبناء البصرة في بغداد تطالب باستعادة حق الميناء بعد وعود سابقة لرئيس الاتحاد عدنان درجال. مشاركة نادي الديوانية بالدور الممتاز مرهونة بموافقة الاتحاد الآسيوي بعد انقسام المكتب التنفيذي على قرار حاسم يخص الأحمر الديواني. بعد أيام عجاف، قرعة الدور الكروي الممتاز تنطلق بحضور ممثلي الأندية. اتحاد الكرة يعلن عن كرة الدور العراقي للموسم الجديد. المحترف السوري محمود المواس يستلم جائزة هداف الدوري للموسم الماضي. المنتخب الوطني يواجه كوستاريكا والإكوادور والمكسيك في نوفمبر المقبل بإسبانيا. منتخب الناشئين يجري مرانه تحضيرا لملاقاة نظيره البحريني ضمن التصفيات الآسيوية.